السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم واهلا ومرحبا بالجميع، يا رب تكونوا بألف خير وبألف صحة. النهاردة يا جماعة هنعمل مع بعض عروسة بابا نويل. كل عام وانتم بخير. طبعا خلاص كلها ايام قليلة، وبإذن الله تهل علينا سنة جديدة. وطبعا بمناسبة السنة الجديدة دي ان شاء الله احنا نعمل مع بعض بابا نويل، وهقول لكم على المكونات بتاعتها. يا ريت ما تنسوش تشتركوا في قناتي، وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بإذن الله. ويلا بينا نشوف المكونات الجميلة بتاعت بابا نويل. احنا عندنا هنا عروسة كانت توتة بتلعب بيها، عروسة عادية خالص زي ما انتوا شايفين كده اهي. تمام. عندي هنا ورق فوم اهو. تمام. عندي هنا المقص بتاعنا اللي هنشتغل بيه، وعندي طبعا المسدس الشمع بتاعنا، وكيس قطن. كيس القطن ده علشان برضو خليكم معايا عشان تعرفوا احنا هنعمل بيه ايه. وطبعا اختصارا للوقت انا رسمت دلوقتي الجيبونه بتاعه العروسه اختصارا للوقت، بس علشان خاطر ما يبقاش الفيديو معايا طويل. وبرضو رسمت معايا السدير بتاع العروسه. خليكم معايا بقى وتابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تشوفوا العروسه وشكلها هيطلع ازاي. بس اهم حاجه ما تنسيش اللايك زي ما قلتلك والشير. يلا بينا نبدا ونقول بسم الله. انا كده يا جماعه اهو بقص السديري بتاع العروسه على الورق الفوم عشان اخد شكل السديري اللي انا رسماه. كده هظبط السديري على قد الورق اللي انا قصاه. قسمته قطعتين. ده كده بابا نويل شمال ويمين. انا كده يا جماعه بقص ظهر السديري بتاع بابا نويل. خليكم معايا بقى. على فكرة الطريقة دي سهلة جدا وبسيطة، وزي ما انا قلتلك عند اي عروسة بتاعت بنتك بتلعب بيها وعايزة مثلا تعملي لها شكل جديد، ممكن تعملي عليها الشكل اللي انا بقولك عليه دوت. هتطلع تحفة بإذن الله. انا كده يا جماعة بقيسه على العروسة. تمام. طلع طويل شوية مش مشكلة، انا بقصه اهو. كده ببدأ اظبط السدير اهو، البسه لبابا نويل. هنقصها شوية عشان الدراع طلع طويل شوية. لان كده احنا بندخل الجبونة بتاعت البابا نويل بعد ما قصيناها بالشكل ده.
اهو. دلوقتي يا جماعه نعمل الطاقيه بتاعت بابا نويل زي ما انتوا شايفين كده اهو. اهو بعمله على قد الدماغ بالظبط. احنا دلوقتي بنلزقه اهو بالشكل ده علشان ما يتفكش. انا قلت لكم ان الاساس في الموضوع ده هو مسدس الشمع، لان هو اللي هيلزق لي كل حاجه. انا كده يا جماعه بلزق لبستها الطاقيه بتاعتها اهو. دلوقتي ده كيس قطن زي ما قلت لكم، انا هاخد حته منه كده تمام، وهبرمها زي ما انتوا شايفين كده، وهبدا اعمل ايه، هحطها كده بابا نويل، هلفها على رقبته. انا دلوقتي خدت حته تانية وببرمها زي ما انتوا شايفين كده، وهحطها على السديري بتاع بابا نويل اهو، وهبدا الزقها. هبدا اخد حته كمان وهعمل الجزء التاني من السديري. كله بالقطن كده من الطرف التاني، من الطرف كله مع بعضه اهو بالشكل ده. وببدأ اخد حتة قطن كمان عشان اقدر اعمل بيها الدراعات، والفها كده علشان الزقها. اعمل الايد التانية. دلوقتي يا جماعه خدت حته من القطن وبرمتها زي ما انتوا شايفين كده، وهعملها الديل بتاعي وهبدا الزقها كده. خدت حته كمان، خدت حته قطن وهعمل بيها الطاقيه. انا كده عندي حته فوم لونها اسود مختلف عن اللون اللي انا عاملاه. هعمل ايه، هبدأ اقص الحزام اللي بيبقى في الوسط كده يا جماعه. انا حطيت الحزام تمام، عملت الحزام اهو، وهعمل كمان التوكه بتاعت الحزام من لون تاني. وبكده يا جماعة يكون الفيديو بتاعي خلص، وأتمنى يا رب يكون نال إعجاب حضراتكم بإذن الله. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم وعلينا، ويا رب أشوفكم بألف خير. وأتمنى بقى ما تنسوش اللايك والشير والكومنتات الكتير، وإلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.